السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم بغيت نهضر لكم على هاد العشبة الرائعة جدا اللي مزيانة بالاساس لتقوية الذاكرة. هاد العشبة هي اكليل جبل او ازير، او روماران او روزماري. هو عشبة ذات رائحة زكية، وهو من الاعشاب اللي ممكن ان تستهلك يوميا بدون اي مشكل، شرط عدم الاكثار من الكمية. ممكن الواحد يضيف قبضة ديال ما بين 3 الأصابع للأكل، الشوربات أو أي مشروب. وهو مهم للذاكرة وجيد جدا للجهاز العصبي. مزيان اللي عنده تشتت في الذاكرة، واللي عندهم نسيان، اللي أصبح الكل كيعاني من هذا المشكل، فهو كيقوي الذاكرة من طبيعة الحال مع نظام غذائي صحي. وممكن أيضا طحنوه وتستخدموا على شكل بودرة، كيكون ايضا جيد، كيكون تركيز قوي. هنا الطريقة سهلة جدا. غادي نوضع الكاسرونة على النار ونوضع فيها الماء ونخليه حتى يبدا كيغلى، ونوضع فيه داك اكليل الجبل اللي فيه العكز. مثلا يحضر مشروب خاص ديال هاد ازير ولا اكليل الجبل، يخلي عنده عاده انه يوضع القليل دائما مع الشاي، حيت ديما كنحضروا الشاي. من الاحسن ديما نبقاو نوضعوا مع شويه ديال اكليل الجبل. اللي مثلا ما تيقدرش هكا يحضر مشروب خاص ديال اكليل الجبل. ايضا اللي عنده مشكل ديال تميع الدم ما يستخدمش هاد العشبه هادي، وجميع الاعشاب ما مزياناش اللي عندهم هاد المشكل، حيت كيوسع الشرايين وكيميع الدم. والعكس صحيح، يعني اللي عندهم تختر فهو مزيان ليهم هاد اكليل الجبل. كما كتشوفوا بعد ما وضعت الاكليل ديال الجبل غادي نخليه غير يبدا كيغلى شويه، ما نخليهش يبقى يغلى ونساوه، غير يبدا كيغلى صافي. نطفيو عليه. هنا طفيت عليه النار وغادي نغطيه باش نحاولوا نحافظوا على دوك زيوت الطياره اللي كتكون في اي عشبه. من بعد غير كيولي انه قادرين اننا نشربوه، صافي كنقدموا وكنشربوه. وهكا كيكون حتى الطعم ديالو مزيان. فاش كنغليوه بزاف ما كيجيش الطعم ديالو مزيان. هذا هو المشروب ديالنا. كي جاكم الابداعات ديالي في طريقه التقديم. مهم غادي نشربو انا هكا دافي، يعني قريب للسخون، ما كيعجبنيش نشربو بارد. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.